هو انت غرضك من الاستثمار بناء ثروة على الامد الطويل ولا المضاربة؟ كتيرة مش فاهم. طب انت بتدرس هندسه ليه؟ تدرس ليه؟ لازم يبقى ريكوايرمنت، يعني لازم المفروض عليك ان انت تدرس كورس في المايكرو فاينانس. هو استاذ احمد مزاجه يصرف ازاي؟ مرتبه بيصرفه على ايه؟ احنا لان الانسان عاقل ورشيد. بس طبعا ده كلام فارغ. على فكرة ما تبتديش باللعب عشان هتتحرق، انا اسف يعني. هل البورصه فعلا زي الامور؟ فيها جزء كده ما اقدرش انكر خالص. ترند از يور فريند. يعني اللي حصل في الماضي في الغالب هيتكرر، لان الاقتصاد او الفاينانشال ماركتس او الستوك بيمشي في باترنز. فلما تلاقي فيه هجوم على السهم اركب الموجه ويتثقف ويتفرج على برامج. بصراحه ولا حاجه من دي هتجيب همها. انا عاوز اقول لك بقى من الخلاصه، من البوتوم لاين، يعني الحاجه الوحيده اللي بتعلم الانسان هو القرص. ده مش براند جديد، ده عالم مختلف. المستحيل بقى ملوش مكان، والمستقبل ملوش حدود، لأنك تستحق الأفضل. مش بس هنسهل مدفوعاتك، هنخلي وقتك ملكك. من النهاردة معاملاتك هتتحكم فيها في أي وقت ومن أي مكان، مع حلول وطرق دفع جديدة، أسرع، أسهل، أأمن. مش بس ليك، ده كمان للبيزنس بتاعك. وعشان كل لحظة بتفرق وكل خطوة بتقربك، ممكن قربت لك كل اللي محتاجه. لسه بتفكر؟ أكيد ممكن. السهم الفلاني طلع ونزل، وناس كسبت وناس خسرت. بس انا عايز افهم هو ازاي يبني عقليه اقتصاديه، وليه يهتم بالاقتصاد، وايه معنى العقليه الاقتصاديه؟ طب البورصه دي بتقيم ازاي؟ يعني ايه سهم طلع؟ يعني ايه نزل؟ يعني ايه الرقم اللي قيمه السهم ده؟ طب مين اللي بيحدد القيمه؟ الكلام ده كله مهم جدا لما تبتدي عايز تتعلم استثمار. ومعايا النهارده الاستاذ هاني جنينه، رئيس قسم البحوث في شركه الاهلي فارس. ازيك يا استاذ هاني؟ ازيك يا هاني بقى؟ انا هقول ايه، خلاص هنشيل تكليف. خلاص تمام. ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. شكرا للاستضافه الاول. اهلا بيك في كلام بالاصول. واحنا دايما بنقول في البرنامج ده ان الاصول دي بتعتمد على حاجات كتيره، والنهارده هنركز الاصول في الاقتصاد والاسهم والبورصه. معاك. لو ممكن بقى تعرفنا عن نفسك. انا اسمي هاني جنينه، انا خريج الاي يو سي من 95. كان ساعتها في التحرير لسه قسم اقتصاد مع مرتبه الشرف. وبعد كده يا سيدي انا اشتغلت في عده مناصب، بس اقدر الخصهم كلهم انا اسف في حاجه واحده، ان انا كنت في البحوث. فانا من 95 من ساعه ما انا اتخرجت الى 25 ببحث. حلو. انت قصدك ايه في البحوث؟ يعني معناها ايه، ومعناها ايه في الاقتصاد او المجال بتاعك؟ حلو جدا السؤال ده. البحوث دايما بيبقى فيه شركات اللي هي بتبقى شركات ماليه، او بعض الشركات المتخصصه في البحوث بيقول لك مثلا موضوع معين انت محتاج تجيب فيه تدقيق وتفصيل لصانع قرار. صانع القرار ده ممكن يكون حكومه، ممكن يكون قطاع خاص، عاوز يعرف اكتر عن الموضوع. مثلا يعني بدايات حياتي خالص 97 كده كنت في الغرفه التجاريه الامريكيه، وطلب مني وقتها، لو حضرتك يمكن تتذكر، مش عارف تتذكر ولا لا، بس كان في مشروع توشكا، اللي هو بقى توشكا والزراعه واستصلاح الاراضي وكده. فطلب مني ان انا اعمل وقتها البحث عن هذا المشروع. المشروع ده الميه هتجيله منين، الزراعه فيه عامله ازاي، هياثر على اقتصاد مصر ازاي، لان كان في مستثمرين بيسالوا هل ممكن ندخل نشارك في الموضوع ولا لا. فده اللي احنا بنسميه بحث تحليلي لصانع القرار يستخدمه بعد كده في قرار. حلو. طيب احنا عايزين نتكلم اول يعني من تخصصك والريسيرش او البحوث اللي انت اشتغلت فيها كتير، الاقتصاد. عايز اعرف من وجهة نظرك يعني ايه عقلية اقتصادية، وليه لازم شاب لسه متخرج او في الجامعة او بقاله كام سنة في سوق العمل ليه المفروض ان هو يفهم اقتصاد، ويعني ايه يبني عقلية اقتصادية؟ سؤال ممتاز، وممكن الخصه بقصص. ايه رايك؟ بدل ما اقول لك حاجه نظريه ممكن اقول لك قصص حصلت لي في حياتي فهمتني ليه اي بني ادم لازم يفهم جزء ضئيل من الاقتصاد. حلو. احد الشركات، الكلام ده في سنه 2014، مش بعيد قوي، من 10 سنين. واقول لك ده ينطبق على الاشخاص ازاي. انا هتكلم على الشركه وده بالتالي ينطبق على الشخص. احد الشركات في 2014، يعني قبل التعويم بتاع 2016، لو الناس تتذكروا كان في تعويم للجنيه في 2016. كان احد الشركات الكبيره جدا كان عندها مديونيه بالدولار عاليه جدا. فمعنى كده لو انا مستلف دولار واحد كنت هدفعه 8 جنيه، لان ساعتها سعر الصرف كان 8 جنيه. الدولار بعدها بقى ب 16. فتخيل حضرتك مديون ب 8 جنيه بقى المديونيه 16 جنيه مره واحده. تمام معايا سوفر؟ فهو لو هذا الشخص او هذه الشركه ما كانش دارس اقتصاد، مش عارف ان هيحصل تحرك في سعر الصرف، كنت هفضل بالمديونيه بتاعتي دي، صح؟ هفضل بالدولار بتاعي. هدخل مره واحده هصحى هلاقي الجنيه الدولار بكذا، دولار بكذا، هلاقي نفسي بدفع الدبل كمديونيه. لو انا كنت دارس كنت هقرا بعض البيانات الاقتصاديه من 2014، يعني قبل التعويم بسنتين. كنت عارف ان الاحداث دي هتحصل، عارف ان في بعض المعطيات الاقتصاديه هتحصل.
ساعتها كنت هتاخد خطوه بنسميها احنا الاقتصاديين تحوط. عارف اللي بعد الشر سايق عربيه في مكان فيه مطبات او حاجه، فبتاخد حذرك، العربيه بيبقى فيها اير باجز بتاع قبل ما تدخل هذا الطريق. فاللي بيدرس اقتصاد منتهى الاختصار كده، سواء نظريا عمليا او بتدرس التاريخ الاقتصادي، بنقدر نقول ان التاريخ معاه مش بيكرر نفسه. بتحمي نفسك قبل ما يحصل لك حدث سيء او بتستعد للحدث جاي. طيب انا يعني احنا بنسمع على العقليه الماليه او الفاينانس، ايه الفرق بين ايكونومكس او الاقتصاد والفاينانس؟ سؤال ممتاز جدا. ايكونومكس هو انك بتبص على الدوله بشكل عام، على معطيات الدوله بشكل عام. اقتصاد الدوله، كلمه اقتصاد الدوله بوادويه ممكن الخصه في جمله ظريفه جدا. هي الدوله دي بتنتج سنويا او كل ربع سنه قد ايه، وايه القطاعات اللي بتنتج فيها. يعني ممكن ابسط لك ابسط دوله في العالم، مثلا جزيره، اعتبر جزيره سيشيلز او المالديفز. على فكره دي دول صح عندها اقتصاد. هي مالديفز وسيشيلز والحاجات دي كلها اللي هي في بحر المحيط الهندي او الهادي. الدول دي بتنتج ايه؟ يعني بتعمل ايه كدوله كاقتصاد؟ حاجتين، سياحه كلنا عارفين كده صح، وسمك. يعني فعلا لو دخلت هذه الدوله هتلاقي الناس بتصحى الصبح تصطاد سمك، يا اما بتستقبل سياح. هو ده اسمه اقتصاد هذه الدول. فبالتالي لو الدول دي كانت عندها سياحه كتير، هيحصل ايه؟ دخل هيجي لك من بره، السائح هيصرف. انا ما كانش عندي شغل، هشتغل في اوتيل، هشتغل في سياحه. طب لو في سمك في البحر كتير، اروح اصطاد، اخد السمك، هصدره او هاكله. طب ما فيش بقى الكلام ده، هل هيبقى فيه اقتصاد اصلا في الدوله؟ هيبقى فيه حياه اقتصاديه؟ هيبقى فيه نشاط اقتصادي او انتاج؟ صفر. حلو. هتلاقي فيه مثلا الصحراء الكبرى في افريقيا، الصحراء الكبرى فيها اي نشاط اقتصادي؟ يا صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء لان ما فيهاش موارد. صحيح. فلا حياه فيها ولا انتاج ولا حياه بني ادميه ولا حيوانيه. حلو. هو ده الاقتصاد اللي بنتكلم عليه. بس ده اقتصاد. طب ايه الفرق بينه وبين الفاينانس؟ الفاينانس بيهتم بقى بماليات الشركه. يعني شوف انا بكلمك الاول على انتاج دوله بحالها، ده الاقتصاد. الاقتصاد دايما فيه انتاج دوله. الاقتصاد بيتقسم لحاجتين، ماكرو ومايكرو. الماكرو هو اقتصاد الدوله ككل، ابنتج ايه وبوزعه ازاي والكلام ده كله. المايكرو هو ببص على وحده داخل الدوله. الوحده دي قد تكون شركه، ساعتها بدخل في علم الفاينانس. او الوحده دي ساعات بيبقى استاذ احمد. هو استاذ احمد مزاجه يصرف ازاي، مرتبه بيصرفه على ايه، اقعد احللك والباترز بتاعتك والحاجات دي كلها. فالمايكرو بيهتم والفاينانس بيهتموا بالوحده الاقتصاديه اللي هي الصغيره، الشركه. الماكرو بيهتم بالدوله الكبيره. حلو. طيب انا كشاب لسه متخرج او كده، ليه انت بتقولي ده الدوله وموارد الدوله؟ طب ما هو انا اهتم بالكلام ده ليه؟ حلو جدا. الدوله مثلا اتجاهها دلوقتي في مصر، ابسط اجابه برضه، اتجاه الدوله هو الرقمنه مثلا صح. كله ماشي في الفينتك والتكنولوجي والبيمنت سيستمز والبي ان بي الز والفاينانس. طب انا طالب، هدخل انه مجال؟ هدخل مجال مانيوال لسه فيه ورقه وقلم، ولا هضطر ان انا اتعلم كده؟ ليه؟ لان انا درست الاقتصاد او والدي صح شايف اتجاه الدوله ايه، فهيقول لي يا هاني حاول تتخصص في هذا المجال. او شايف ان مصر هتبقى هاب بتاع ميديكال توريزم. على فكره this is true، مصر هتبقى ميديكال توريزم هاب او اوريدي ات از، وكمان هيزود عليه. فساعتها اقول له يا هاني ارجوك تخصص في مجال الطب، عشان يا اما تشتغل هنا في مصر الناس اللي جايه. فانا بعرف اتجاه الدوله الاقتصادي ايه، بالتالي بحاول اساعد ولادي ان هم يدخلوا في التخصصات اللي عليها زخم. انا الحته دي ممكن استوقف معاك. انا لما درست، الناس اللي ممكن بتابعني عارف انا درست هندسه بره مصر. جزء من الهندسه ان انا لازم اخد كورسات في المايكرو والماكرو ايكونومكس. هايل. فالناس كتيره مش فاهمه، طب انت بتدرس هندسه ليه؟ تدرس ليه؟ لازم يبقى ريكوايرمنت، يعني لازم المفروض عليك ان انت تدرس كورس في المايكرو فاينانس والماكرو فاينانس. ودرست بعد كده الحاجه اسمها اللي هو السوشيال ايكونومكس. انت لازم تفهم السوشيال او البيهيفير ايكونومكس. ده علم جديد مثلا حصل جديد. في ناس في مدارس كتيره في الاقتصاد، والمدرسه الجديده بيقول لك behavior economics. يعني ايه من وجهه نظرك behavior economics؟ وليه دي علم ابتدى ينتشر والناس بقت تهتم بيه؟ تحفه السؤال ده. اولا ليه تدرسه كمهندس صح او كدكتور؟ على فكره انا بدرس في الجامعه الامريكيه on a part time basis يعني، وجزء كبير من الساده الافاضل اللي انا بدرس لهم وشرفت ادرس لهم مهندسين ودكاتره. فبسال السؤال اللي حضرتك بتساله، هو انت ليه بتدرس في الاي يو سي بزنس ام بي اي مثلا؟ فالاجابه ان انا طول عمري مثلا بشتغل كامبلوي، موظف، وحان الوقت ان انا ادخل في منصب اداري، فلازم افهم. او بيشتغل في شركه وهيعمل هيز اون بزنس، فلازم يفهم المدير المالي بيعمل ايه وماليات الشركه عامله ازاي. ده الاجابه الكلاسيك اللي بتجيلي.
تاني حاجه بقى الموضوع المايكرو. I think this is what you asked about صح. المايكرو ايكونومكس صح. المايكرو ايكونومكس والبيهيفير او سوري البيهيفير، انا اسف، البيهيفير ايكونومكس. الاساس النظريه الاقتصاديه او الناس بتتصرف ازاي كان في اساس بيسموه الراشنال بيهيفير. راشنال ان الانسان عاقل ورشيد. مثلا ده كان ساخ على فكره انا ايموشنال، انا في شغل وفي البورصه بيبان قوي على فكره. احنا ايموشنال، يعني احنا بنعتمد على المشاعر في اتخاذ قراراتنا كتير جدا. هم بعد بقى فتره طويله اكتشفوا اللي حضرتك بتقوله ده، ان انا بنيت كل النظريه على الانسان ده طبيعي وعاقل وراشد، بس اكتشف ان هو مش بيهيفير قوي كده. فبقيت فعلا زي ما حضرتك قلت يعني اما بمشي، واكتر حاجه بمشي بكراود سايكولوجي. لقيت الناس كلها بتشتري عربيه صفراء، هشتري عربيه صفراء. هشتري موتوسيكلات، هشتري موتوسيكلات، بغير دراسه يعني. انت من الحاجات برضو البيهيفير ايكونومكس، ان واحد مثلا يبقى مرتبه 6000 جنيه وعايز يشتري ايفون ب 70000 جنيه عشان الناس تقول له ان انت معاك كذا وكذا وكذا. فانت لو جيت قيمتها بالمدارس الاقتصاديه القديمه مش زي ده رش، المفروض بيتكلم باللوجيك مش هينفع معاك 100%. بس هو اختار ان هو يشتري تليفون ب 70000 جنيه لان هو اتس ان ايموشنال او حاجه مشاعر او حاجه بتديله قيمه مختلفه تماما عن قيمها بفلوس. بالظبط، صح جدا. العلم ده تطور مع الوقت، وهل اصبح ليه مدرسه ولازم نفهمه كشباب؟ حتى لازم تفهمه، بس انا بصراحه ما زلت انا في الكلاسيكال سكول اللي انا بالورقه والقلم والارقام. لان اقول لحضرتك حاجه، البيهيفير بيتند اوفر تايم تو كونفيرج للفاندامنتال. يعني اللي اشترى الايفون، ده افتر يعني بعد فتره من الزمان هيتقرص صح. في الاخر انا دايما مشبهها للطلبه الجاذبيه الارضيه صح. انت ممكن تقنع نفسك ان انا بطير فانا هنط، ممكن تنط لثانيه او ثانيتين او 3، هتفضل نطت للرابعه صعب لان الجرافيتي هتقوم هبداك في الارض تاني. نفس اللي اشترى الايفون ده هيفلت شهر، شهرين، 3، 4 سنه، سنتين، 3. في الاخر مين اللي هيغلب؟ ثمن الايفون ولا مرتبه؟ مرتبه اللي هيغلب، لان انا هوصل لمرحله ستريتشد. ساعتها هيحصل بيسموها كونفرجنس او الارتداد الى الاصول. ده اللي بيحصل لنا في البورصه ساعات. يعني سوري ان انا نطيت من توبيك للاخر، بس في البورصه بيحصل ساعات ايه، بابل صح. هنشرحها بعد كده. الناس بتقعد تشتري السهم يقول لك الشركه دي هتبقى الشركه القائده في العالم، وهي شركه ممكن تكون متواضعه جدا. بيوهم نفسه بالبيهيفير لغايه ما بيحصل ايه، ارباح ربع سنه بتطلع، الشركه اتاخرت ليه، اكيد ان شاء الله الربع الثاني هيبقى كويس. يطلع الربع اللي بعده واللي بعده واللي بعده، يبتدي ايه، انا كنت واهم نفسي. يحصل السهم يحصل فيه انفجار، بنسميه انفجار الفقاعه. ففي الاخر انا بحب السكول بتاعتي ايه، خليني في الارقام. اللي بيعمل بيهيفير ده احاول ارشده، في الاخر هو يرجع الارقام. طب لو انا انسان شاب مش متخصص، ولا انا عايز ابقى اقتصادي او ريسيرشر، بس عايز يكون عندي ثقافه عشان اعرف اتعلم وافهم الدنيا، ايه الخطوات او ايه التبس اللي ممكن تديهاني يا احمد عشان تتعلم اقتصاد وتتابع الاقتصاد بطريقه صحيحه؟ بصراحه اكتر تip، احنا بنتكلم هنا على فئه يعني شباب، بتكلم عن شباب، بتكلم من 18 30 سنه. بصراحه نصيحه مختصره ومن الاخر. انا ممكن استاذ احمد اقعد اقول للباشمهندس احمد اقعد اقول لحضرتك يقرا ويتثقف ويتفرج على برامج وبتاع. بصراحه ولا حاجه من دي هتجيب همها. انا عاوز اقول لك بقى من الخلاصه، من البوتوم لاين، يعني الحاجه الوحيده اللي بتعلم الانسان هو الارث. هتقول يعني ايه الارث؟ يفتح حساب في شركه سمساره ومش شركتنا عشان بس هذه ليست دعايه. حساب ان شاء الله ب 5000 جنيه. وعلى فكره دلوقتي في ابلكيشنز كتيره جدا بتتيح لك الفرصه دي. وتشتري اسهم. ايوه طبعا هو اللي بيستمع دلوقتي يقول لي هو انت دخلتني عاوز افهم اقتصاد صح؟ هشتري سهم مثلا CID مثلا، هديك مثال اي سهم مش مشكله. طالما اتحطت فلوسي هتلاقي عندك الباشن والشغف انك اقول ايه، وانا عملت قرار صح ولا غلط. على فكره مش شرط فلوسك تخسرها فده الدافع الوحيد، لا، وانا كنت صح شاطر ولا مش شاطر. ده بقى هيومن بيهيفير. الاقي ال 5000 اللي حطيتها تاني يوم 5500، ايه ده؟ السهم طلع. هسال اصحابي والسهم طلع ليه النهارده؟ هتجيلك اول معلومه في حاجه اسمها ارباح صح، اول معلومه. طب الارباح بتاعت CID بالذات جت من ايه؟ خلي بالك CID بيسلف فلوس. الله، طب السلف زاد ليه؟ عشان مصر نزلت الفايده. هي مصر نزلت الفايده ليه؟ عشان البنك المركزي لقى التضخم واطي. انت واخد بالك؟ جريت رجلك من ان لقيت السهم طالع، دخلتك في عالم الاقتصاد والفاينانس، لان انا شفت ايه، فلوسي. So you start from your own pocket, you feel it. دي مهمه قوي النقطه، لان انت بديت بواحد عايز يتعلم. المشكله اللي بيحصل دلوقتي، خلينا نقول انت اتكلمنا في يعني قلت اقتصاد والدوله وبعدين قلت كلمه البورصه.
كتير قوي يعني في حصل ستيجما على البورصه، وبعدين دلوقتي ابتدى الشباب الصغير تاني تشجعوا لها. انا دايما بقول للناس انت في الخليج هتلاقي عامه الشعب فاهمه بورصه، بتصحى حتى تداول وكده. صحيح جدا. مصر اغلب الناس مش فاهمه، غير المتخصصين بيفضلوا هم اللي في الموضوع. انا كشاب سمعت عن البورصه والتداول وكذا وكذا وكذا، جيت اقول كده لقيت بابا وماما وجدي يقولوا لي ايه يا احمد انت ما سمعتش؟ ده الناس كانت بتجيب، ده البورصه دي قمار، ده البورصه دي الناس بتخسر فلوسها وبتقع وبتتجنن اللي احنا بنشوفه في الافلام. صح. اول حاجه يعني ايه بورصه؟ حلو جدا. خلاص. وازاي وايه اللي بيكونكت او بيتصل بين البورصه والاقتصاد؟ عندنا وقت 3 دقايق. حلو. براحتك خالص، عشان اقول لك لو قصه من اولها البورصه بدات ازاي الناس هتفهمها قوي. حلو قوي، يلا بينا. بس دي قصه انا بدرسها، كنت في الجامعه وما زلت يعني الطلبه كده بيقولوا لي الستوري دي بالراحه كده. القرن ال17 اوله يعني 1600 يمكن و5 1606. طبعا في ناس هتقول لي انت يا عم ايه رجعتنا بالراحه نهدى مع بعض. بلد اسمها هولندا، الناس كلها تعرفها طبعا، فان دايك وما اعرفش ايه والناس دي الظريفه دي. هولندا كان فيها مراكب دي بتروح لغايه اسيا، ما يسمى دلوقتي اندونيسيا. يروحوا يجيبوا سبايسز ملح وفلفل وليمون وما اعرفش ايه والكلام ده، ويرجعوا كل القصه دي من راس الرجاء الصالح، طبعا ما كانش في قناه سويس وقتها، يبيعوه فين؟ في هولندا. حلو. فكانوا بيكسبوا كتير قوي. تمام. at one point of time التجاره دي زادت قوي، فالمراكب اللي هناك كانت مملوكه من تجار، من برايفت سيكتور، من ناس في القطاع الخاص. فالتجار دول عاوزين يبنوا مراكب تانية، معهمش فلوس. هنا بقى الكابيتال ماركت والستوك ماركت، معهمش فلوس. هولندا اخترعت لأول مرة في العالم ما يسمى بالاكتتاب الشعبي. الملك هولندا وقتها دعا الشعب الهولندي، وناس كتير هتفتكر قناة السويس دلوقتي، دعا الشعب الهولندي للاكتتاب. يعني اكتتاب يا شعب يا هولندي، كل واحد هيدفع مثلا، كان ساعتها الجلدر مش اليورو، هيدفع 1 جلدر وياخد ورقة تقول انه يمتلك 1% من الشركة دي هتعمل ايه؟ هتبني سفن زيادة علشان تلف من رأس الرجاء صح تروح اندونيسيا تجيب ده. هنكسب فيها طبعا، التجارة مربحة جدا. اول مرة في تاريخ البشرية، يعني من ساعة ما ربنا خلق آدم وحواء الى 1600 وشوية، تم حاجة اسمها ايه؟ ان في ورقة بتقول ان المهندس احمد عنده ملكية في شركة السفن. اخترعنا ما يسمى ايه؟ بورقة مالية اللي هي الستوك، السهمية. كلمة السهم يعني مساهمة، صح؟ بساهم في حاجة يعني. بورصة بقى، هجي لك للبورصة. طب دلوقتي انا هاني اعيش في القرن ال 1600 ده ودفعت جلدر، صح؟ المركب عقبال لما تروح وتيجي مين يعيش بقى؟ صح، انا المفروض يعني اخد ارباح. قالوا طب هاني مش عاوز يستنى عقبال لما المركب وتروح وتديله فلوسه وكده، عاوز ابيع السهم بتاعي واخد فلوسي. بصراحه انا زهقت، المركب طولت في اندونيسيا. راحوا مخلين ما يسمى بالميرشنت هاوس، بيت التجار. ده مبنى فعلا موجود كان في هولندا. قالوا ايه؟ هاني جاره المهندس احمد ما دفعش الجلدر. هاني خد مهندس احمد في ايدك، روحوا للميرشنت هاوس، السجل اللي مكتوب فيه اسم هاني في الاسهم اشطبه واكتب مكانه مين؟ المهندس احمد. مهندس احمد هيدفع لك جلدر بتاعك وهيبقى هو المشارك في الشركه. ده اول مره في تاريخ البشريه يبقى فيه ما يسمى بالبورصه. ده الستوك ماركت. البورصه بقى دي ايه؟ سوق نقل ملكيات الاسهم. تخيل في الاول كان دفتر، هاني ما بقاش شريك، مهندس احمد بقى شريك. ده بقى البورصه بقت نقل ملكيات. اوفر تايم تطور الموضوع ده. في اول مره الاختراع بتاع الاكتتاب العام، تاني اختراع هو البورصه دي، البورصه نقل ملكيات. اوفر تايم تطورت الى ان البورصه ما بقتش خلاص ورقيه والكترونيك زي ما احنا في العصر الحديث، الا ما بقت على اب. This is the stock market، سوق نقل ملكيات. طب السؤال قبل ما نخش في الانفستمنت واعملها ازاي، هو ليه اصلا الشركه تخش البورصه؟ تحفه. ليه الشركه بتاعت هولندا اسمها على فكره ايست انديا، لا سوري، داتش هي حاجه ثانيه، داتش ايست ايجيا كومباني، حاجه زي كده. ليه الشركه دي راحت تطرح السنه الاسهم؟ نفس السبب الشركه دخلت بيه البورصه. ما الشركه دي مره واحده كانت تجار، ليه طرحت الاسهم؟ عشان تجيب ايه؟ جلدر. ليه الشركه بتخش البورصه؟ عشان يبقى عندي قدره ان انا لو عاوز ارفع راس مال at one point of time، يعني اجيب فلوس تانية، يبقى عندي مجموعه كبيره من المستثمرين، سواء بقى في مصريين في دول الخليج، اجانب. هقول لهم يا جماعه انا هطرح 100 سهم زياده، كل سهم بجنيه. فانا جبت منهم كام؟ 100 جنيه. طرحت 100 سهم كل واحد بجنيه، جبت 100 جنيه. فالشركات بتدخل البورصه كمصدر للتمويل في حاله التوسعات وخلاف او الاستحواذات وكده. فبقى عندي راس مال مش جاي لي من شريك واحد او اثنين، الشعب كله. حلو.
يعني عايز يزود راس مال او عايز يزود فلوس او كده بيخش البورصه. شكرا. وليه بعض الشركات تقول لك لا انا مش عايز انا ممكن اخد من احمد ومحمد وكده استثمار بس مش عايز ادخل البورصه. سؤال ممتاز تاني، لان حضرتك لما بتدخل البورصه تبقى كل ورقك مكشوف على الترابيزه. حلو. البورصه بتفرض عليك، وطبعا هيئه الرقابه الماليه افصح. مش انت بقيت دلوقتي كشركه هاني يقدر يشتري فيك سهم، هاني كفرد، هاني فرد ممكن ثروته كلها محطوطه في السهم ده، صح؟ فلازم اخليك على درجه عاليه جدا من الشفافيه عشان ما تضرش هاني. يعني البورصه والرقابه الماليه الهدف الاول بتاعهم، على فكره احد اهدافهم الرئيسيه، مش الهدف الاول طبعا، هو حمايه ما يسمى بصغار المستثمرين. هاني اللي حاطط 5000، مهندس احمد اللي حاطط 10. فهطلب من الشركه، يا شركه طلعي اكبر قدر من البيانات عشان هاني اللي حاطط كل شقه عمره ما يتضرش. ساعتها اديك مثال، شركه مثلا من 10 شركات شغالين في قطاع، هي الوحيده اللي في البورصه، بقت هي الوحيده اللي ايه، ورقها كله مكشوف، والتسعه منافسين باصين على قوائمها الماليه بالظبط وهم مش عاملين صح، فمضروره. ففي شركات تقول لك لا لا لا، ده يا اما نلست كلنا مع بعض يا اما يا مش لعب. فده احد الاسباب اللي بتدعو الشركات انها ما تلستش في البورصه. طب انا مثلا شاب دلوقتي رحت شفت ايه، بصيت على شركه، ايه ده، دي الشركه دي كبيره وعندها مصانع وعندها محلات وعندها حاجات كتير قوي وبيشتغلوا بمليارات، وبعدين ابص عليها السهم بتاعها مثلا في البورصه 4 جنيه ونص. ده صح، ده فيه نص جنيه كمان، وفي نص جنيه. طب ازاي الشركه اللي انا شايفها عندها مصانع وعندها فلوس بتعمل مليارات وعندها ناس كتير فيها، والاقي السهم اللي انا ممكن اشتريه، ايه ده، يعني انا ممكن اشتري 100 سهم في الشركه دي ب 1000 جنيه ولا ب 500 جنيه وهي بتعمل مليارات وهي بتعمل مليارات. طب هو انا ازاي التقييم ده بيحصل؟ وممكن شركه تانية الاقيها مش بنفس الحجم الكبير ده بس الاقي السهم بتاعها ب 20 جنيه. طب ازاي؟ عدد الاسهم يعني بالظبط. يعني ايه بقى عدد الاسهم؟ حلو، احنا قلنا الشركه ممكن، هي بالشركه اصلا كلمه مساهمه يعني ايه؟ او شركه مساهمه، على فكره في القانون في حاجه اسمها شركه مساهمه مصريه، الناس اللي سمعتها في الافلام زي ما حضرتك قلت، يعني شيل من ميم، فاكر فيلم حتى ناصر 56 تحويل قناه السويس الى شركه مساهمه اعتقد. يعني شركه مساهمه يعني ايه؟ يعني شركه راس مالها بيقسم الى اسهم. راس مالها ده الفلوس اللي بيديها، كلمه راس مال يمكن برضو معقده شويه، راس مال دي الفلوس اللي بيديها المساهمين. هو في مصدر تاني للفلوس، المقرضين، يعني الشركه بتجيب فلوسها هي بتستلف من البنك يا من الملاك. الشركه المساهمه فيها خاصيه ان راس المال بتاعها ده اللي هو جاي من المساهمين بيقسم الى اسهم. يعني ايه؟ شركه عاوزه 100 جنيه من المساهمين مش من البنك، 100 جنيه، هطرح 100 سهم، كل سهم بكام؟ بجنيه، صح؟ فجنيه في 100 سهم ادوني ال 100 جنيه بتاعتي، صح؟ فالمشاركه بتبقى متقسمه الى اسهم، كل واحد بيدفع بعدد اسهم. ففي شركات بيبقى عندها 100 سهم، في شركات عندها 1000 سهم، طبعا 100 سهم ده مش موجود يعني بديها مجازا، وفي شركات عندها مليون سهم، ممكن السهم بجنيه ده لو هتضربه في مليون جنيه، صح؟ فاحنا بنتكلم هنا هتلاقي بعض الشركات المدرجه سهمها ب 2 جنيه، على فكره في شركه في دماغي يعني سهمها مثلا ب 2 او 3 جنيه بس عندها كام سهم؟ مليار و800 مليون سهم. طب ليه اعمل كده؟ يعني ليه مثلا بدل ما بعمل مليار سهم انا ممكن اعمل 100,000 سهم والسهم شكله حلو ب 1000 جنيه السهم؟ تحفه السؤال ده، عشان اتيح لصغار المستثمرين يدخلوا كشريحه من المستثمرين. في حاجه اسمها تقسيم سهم، يعني ساعات في شركات بتبتدي زي ما حضرتك قلت يا باشمهندس، بيبقى عندهم مثلا 1000 سهم، كل سهم ب 1000 جنيه مثلا. يعني هاني تحويشه عمره كلها 500 جنيه، هل اقدر اشتري سهم؟ لا. هو السهم بكام؟ ب1000، وهاني تحويشته كلها 500، ينفع اشتري نص سهم؟ للاسف لا. على فكره في امريكا في تجزئه اسهم، يعني في السهم اقدر كده، في شركات بتعمل لك السهم ب 1000 جنيه يقدر يقسمه لك، مصر ما فيهاش. فلو السهم ب 1000 جنيه هاني كمستثمر اقدر ادخل في شريحه المستثمرين في الشركه دي، اصلا مش عارف اجيب سهم واحد لانه غالي. فالشركه بتعمل ايه؟ في بعض الاجراءات كده، واتمنى الساده المشاهدين يعملوا جوجل سيرش كده، اسمها تقسيم السهم. فيقول لك ايه، انت معاك سهم ب 1000 صح؟ هخليه بدل السهم معاك 2، كل واحد بكام؟ 500، هقسمه على 2. هاني بقى يعرف يدخل يستثمر دلوقتي، لان السهم بقى 500 جنيه. ستوك سبليت اكزاكتلي. مش عاوز استغل المصطلحات عشان ما نلخبطش الناس. فالستوك سبليت احد اهدافه الرئيسيه ان هاني اللي ما كانش يعرف يجيب سهم واحد بقى يعرف كدخل كشريحه، فدخل معاه بقى هاني واصحابه وقرايبه. حلو. طيب السؤال بقى، طب انا جيت شاب النهارده، هل لو انا اشتريت مثلا السهم ابو 2 جنيه ده، رحت بقى 2 جنيه ده انا
معايا 2000 جنيه هشتري اسهم ب 2000 جنيه، بقى معايا عدد حلو، يعني معايا ايه 1000 سهم. 2000 جنيه مثلا لو هل تشتري ده يعني انا امتلك جزء من الشركه؟ اكيد يعني انا اشتري سهم يعني انا امتلك 100% تمتلك، وكمان تحط رجل على رجل. حلو. يعني انا ممكن اخبط على الهيد كورتر بتاع الشركه دي اقول لهم لو سمحت انا واحد من اصحاب الشركه دي، لازم تدخلوني كان واقعد. في اعلام على فكره فعلا اعلان بالمنظر ده، بس طبعا مش الدرجه دي. بس ممكن يحضر الجمعيات. كلمه جمعيه يعني ايه؟ كلمه جمعيه يمكن ناس كتير ما تعرفش يعني ايه جمعيات. ممكن نشرحها بسرعه جدا. اي شركه مساهمه دي بالانجليزي يعني ايه؟ يعني كوربريت او مساهمه. شركه ليها خاصيه مهمه جدا، هي الفصل ما بين ايه وايه؟ الملكيه والاداره. شكرا يا فندم. الشركه المساهمه دي هي اللي بتدرج في البورصه. حلو. او يعني هي اللي صالحه انها تدرج في البورصه. فانا كمساهم حلو ليا الحق ان انا احضر ما يسمى بالجمعيه. جمعيه مين؟ كلمه جمعيه دي الناس عارفاها دايما ان احنا بنسلف فلوس لبعض، صح؟ حلو. الجمعيه دي هي جروب المساهمين. يعني ايه بقى؟ يعني كل ربع سنه او كل سنه في اجتماع للساده المساهمين، اللي حضرتك ممكن تكون شاري سهم واحد ب 2 جنيه، تروح حاطط رجل على رجل، يا جماعه انا معايا سهم ومن حقي احضر اشوف الاداره عملت ايه في السنه. تخيل. حلو. طبعا تحضر الجمعيه. هل عندك فوتنج باور كبيره؟ لا. لو عندك اسهم صغيره انت صغير، بس على الاقل ممكن تسمع، ممكن تسال، ممكن تشارك 100%. حلو قوي. انا ليه بقول الكلمه دي؟ انا خدت كورس في الستوك ماركت وانا في المدرسه. كان ستوك ماركت كلاس. فكان من الحاجات اللطيفه اللي كان قالها يعني المدرس كان قال لي بص، قال لي وغير طريقه تفكيري جدا يعني. قال لي مثلا انت بتحب شركه بتشتري منها، مثلا كلنا عارفين مثلا ابل الايفون، انا بتكلم فيه. فقال لي انت ممكن تصرف كل سنه 1000 جنيه على $1000 على الايفون تشتريه، وممكن مره تروح حاطط $1000 في السهم، فانت تمتلك من ابل سهم وسايب. فانت بعد كده لما بتشتري ربنا كرمك يعني واشتريت ماك اهو تمام. انا قبل ما الدولار يتغير يا جماعه ممكن تشتري دلوقتي او ايباد او كده، انت بتساعد السهم بتاعك ان هو يطلع. صح جدا. وان انت تكسب وبتكسب، فانت مش بس بتصرف الفلوس دي فيها، بس بيرجع لك في صوره بترجع الاستثمار. لك بصوره استثمار، لان هو لما الناس بتبيع زياده السهم بيطلع. صح. طب انا عندي سؤال. ليه ممكن الاقي شركه مثلا انا بستثمرت في شركه فلانيه انا بحبها، والاقي المبيعات بتاعتهم زادت، بس ممكن السهم ينزل، وممكن الاقي السهم بيطلع بس الاقتصاد واقف؟ ايه ده؟ طب ما الاقتصاد مش كويس، طب ليه السهم ده بيطلع؟ هو ايه اللي بيقيم السهم؟ يعني انا ليه السهم ده بجنيه او 2 جنيه او كده، ده تقييمه، وايه اللي بيخلي السهم ده يطلع وينزل؟ تحفه والله. اسئلتك عميقه جدا ومحتاجه بس نبسطها. بص، ايه اللي بيخلي السهم يطلع وينزل؟ حاجه اساسيه زي ما قلنا، وحاجه بيهيفيورال. كل ما الماركت يبقى فيه ريتيل انفسترز، كلمه ريتيل انا اسف ان انا بستخدمها، بس افراد. السوق المصري مسيطر عليه الافراد، وبعض المؤسسات الماليه مسيطر عليه اللي بيتداولوا يوميا في البورصه. الافراد زي ما حضرتك قلت بيهيفيورال فاينانس، مشاعر. فايه اللي بيخلي سهمه يطلع وينزل يوميا الى حد كبير؟ الاخبار والمشاعر. حلو. اوفر تايم بقى على مدار 3 4 5 اشهر، سنه سنتين، الفاندامنتالز زي ما قلنا ايه، عارف كده، تقارن فاندمنتالز بقى. حلو قوي. اساسيات شركه الارباح. حلو. كل ما انا شايف الارباح عماله بتزيد، هي الارباح دي بتروح لمين في الاخر؟ الساده المساهمين اللي هم بيدخلوا في الجمعيه، هي بتتوزع عليهم يا بيتم احتجازها في الشبكه. طول ما انا مساهم شايف الارباح بتزيد، كل الفولاتيليتي او التذبذب اللي انا شايفه عشان الايموشنز في الاخر بيبقى ايه؟ على مسار صعودي. او لو الارباح بتنزل هتلاقي في فولاتيليتي على مسار ايه؟ هبوطي. فسيبك من كل النويز ده، ما يعني لا صح الا الصحيح. في نهايه المطاف الارباح هي اللي بتوفر رايد. ممكن احكي لحضرتك قصه صغيره في القصه دي. 2014 برضه، يعني 2014 دي كانت سنه برضه في سهم مش عارف اقول اسمه ولا لا بصراحه، بس دايما انا بقوله في اللقاء، ما فيش داعي نقوله. السهم ده لشركه كانت ربحانه جدا، ربحانه الى درجه لا تتخيلها، يعني ما بتعملش حاجه انها بتربح. الشركه دي بتشتغل في مجال اللوجيستكس، لوجيستيات. حضرتك مهندس يمكن اكيد فاهم القصه دي. قعد سهمها ما بيتحركش 2012 13 و14 و15، ما بيتهزش. ارباحها بتكبر في السنه 40%. 40% يعني ارباح الشركه دي بتنفجر. ده بيهيفيرال، صح؟ الناس بتقول لك ايه؟
بيقول لك هو السهم ما اتحركش عشان ما حدش اشترى قبليه، اكيد هم شايفين حاجه انا مش شايفها، صح؟ فهاني مش هشتري عشان المهندس احمد ما اشتراش، وقرايب هاني مش هيشتروا عشان شافوا هاني ما اشتراش، فالسهم فضل ايه؟ ينزل او يقف او ينزل. جه لغايه 15 16 الارباح كانت فين بقى؟ اضعاف ما كانت عليه. وصلنا لمرحله السهم بقى كأن حضرتك تشتري عربيه ده توب براند في العالم، معرفش لامبورجيني فيراري سميها ما تسميها، بتمن موتوسيكل. يا او لو الناس هتفهم المثال ده، يعني انت بتشتري لامبورجيني بتمن موتوسيكل، هتشتريه ولا لا؟ طبعا. حلو. لما اكتشفت كله اشتغل، طلع مره واحده لقيت لامبورجيني، فكيت الكيس انا فاكر فيه موتوسيكل، فكيت الرابنج لقيتها لامبورجيني. حصل ايه؟ بكام يا جماعه اللامبورجيني دي ب 30,000 جنيه. ايه اللي حصل؟ 5 قطع ينيك 5. لا الناس طلعت، عارف ايه، الناس طلعت من الجحور بقى. فمره واحده السهم اللي ما اتحركش ال5 سنين طلع على ما اذكر 300 400% تقريبا في شهرين 3. حلو. طب انا عندي سؤال، انا مثلا ممكن ابقى شاب ببص، او احنا بدنا مثلا نقول ايه، لا ده ايه ده نزل خبر عن الشركه والخبر ده ممكن ما يبقاش صحيح والسهم نزل. طب ايه ده؟ طب هو مش السهم ده بيطلع وينزل عشان الشركه باعت ولا عمل حاجه شغل كويس ولا كده؟ طب هو نزل عشان خبر؟ ده البيهيفير. ايوه ايه اللي خلاه ينزل عشان خبر؟ عشان لو الخبر ده صحيح ولا مش صحيح الاول. الخبر لو قول مش صحيح، اشاعه، صح؟ لو اشاعه مثلا ان خط انتاج ولع، حضرتك مهندس وفاهم، خط الانتاج الرئيسي بتاع الشركه حصل فيه حريقه، طب ما هو كده الارباح هتفضل متاخره لعدد من الاشهر، والشركه هتتحمل خسائر والتامين عقبال ما يجي وكده. اكيد هتشائم، هقول لا ده انا مش كسبان حاجه هبيعه. لو الخبر صحيح. لو اشاعه، 2 من المستثمرين، لو انا مستثمر مؤسسي ولما اتحقق من الاشاعه مش هعمل حاجه. الناس التقيله بقى المستثمرين اللي هم الكبار مش هعمل حاجه، هتفرج لو ما اتحققتش. لكن الصغير يلحق، ده المهندس احمد صاحب شركه اكس لقيناه في مطار بيهرب على دبي. ده انت حضرتك المؤسس اي حاجه هو قاعد في بيته، قاعد في بيته. بس انا قلت ده المؤسس صاحب الفكره هرب راح دبي وساب الشركه تولع. هعمل ايه؟ هجري راح بايع، وبعد كده ايه؟ اسال، لان انا كل فلوسي في الستوك، صح؟ لا ده انا امن نفسي واسال بعدين. وده هيجي لنا بقى للسياسه الاستثماريه بعد كده. ممكن ده السبب اللي ممكن يقول ان انت وانت بتستثمر في ستوك او انت دخلت البورصه يا فلان يا احمد يا محمد يا علي يا هبه يا عزيزه، بالفلوس المفروض ما تقعدش تبص على الستوك نزل وطلع كل يوم. اصل في حد بيبقى مرعوب طبعا، فالمرعوبين دول اللي هو قاعد يبص الصبح وبالليل وبالصبح وبالليل وبالصبح وبالليل، ده بيجي لهم فهم دول السبب اللي ورا الموضوع ده. فانت المفروض تبص على لونج تيرم او المدى الطويل. انا دخلت ابص كده عايز افهم ستوك، فلقيت ناس بتبص لي كده تقول لي ايه، تكنيكال اناليسيس وفاندمنتال اناليسيس. يعني انا التحليل الفني والمالي هو المالي ده ماشي. هو المالي هو يعني ايه تحليل فاندمنتال اناليسيس، ويعني ايه يعني تكنيكال اناليسيس، وبيفترقوا ازاي؟ حلو قوي. تكنيكال اناليسيس عاوز اقول لحضرتك برضو من اشهر طرق التحليل. انا لا اتبعها، انا بتبع انا كهاني شغلي في الفاندمنتال في التحليل المالي. لكن التكنيكال بيقول لك ايه؟ التكنيكال دي قاعده ظريفه قوي، ترند از يور فريند. يعني اللي حصل في الماضي في الغالب هيتكرر، لان الاقتصاد او الفاينانشال ماركتس او الستوك بيمشي في باترنز. فلما تلاقي فيه هجوم على السهم اركب الموجه، لو هو هجوم شراء يعني. لو لقيت الناس كلها بتبيع السهم بيع واسال بعدين. فانا همشي على ايه؟ الترندات. هشوف كده السهم الناس كلها رايحه المحل ده فيه حاجه له في الطابور. المحل ده انا طبعا انا ليا اصدقاء اعزاء جدا في التكنيكال انا بعشقهم، بس هم نفسهم بيقولوا ايه؟ الاول لقيت الفورس او القوى العرض والطلب ضد السهم بيع، ولقيتها مع السهم اشتري، وبعد كده نسال بس اكيد في حاجه. هم دايما بيقولوا ان في حاجه ما تحت البحار بتحصل. على فكره كلامهم صحيح الى حد كبير، لكن في اسهم اللي هي بنسميها الصغيره ممكن اعمل لك الباترن دي او همك ان في ايه؟ زحمه على المحل. عارف على فكره في بعض التجار بيعملوا كده في بعض الاحياء، يعني يقول لك ايه؟ يفرش فرشه ويقول لقرايبه واصحابه تعالوا يتلموا عشان يبين ان البضاعه بتاعته حاجه ما حصلتش، صح؟ هم كل الناس دي بتمثل اساسا يعني. ساعات بيحصل كده على بعض الاسهم الصغيره. فده التكنيكال الفاندمنتال بيقول لك ايه؟ ما تبصش خالص على الشاشه، سيبك منها، روح قابل الاداره وبص في القوائم الماليه وبص في الارباح، بص في القطاع وامريكا بيحصل ايه والصين والكلام ده كله. قناعتك توكل على الله، السهم ان شاء الله ينزل 20% ولا تهتز.
فده الفاندامنتال لونج تيرم انفستور. ودي مدرسه ممكن نقول وارن بافيت، يعني حتى ليه وارن بافيت ليه كلمه مشهوره يقول لك ايه، بي bold when people are fearful and be fearful when people are bold. يعني خاف لما تلاقي الناس كلها رايحه في حته واحده، وتلاقي ايه بابا وماما والحاج وصاحب الكشك اللي تحت بيتكم كلهم بيقولوا نفس الحاجه، روح هنا اشتري هنا القهوه ده. ولما تلاقي الناس كلها بتخاف، لا ابعد ابعد، انت ابقى مجازف اكتر. 100% انا متفق. انا هاني اقتنعت بكلامك جدا، وانا خلاص معايا ال 10000 جنيه بتوعي ولا 5000 جنيه بتوعي، وعايز اخش استثمر في البورصه. لقيت ايه ده في حاجه اسمها بروكرز. صح، سمسر. طب هو ده سمسرة زي بتاع البيوت، ولا هو يعني ايه سمسار بروكر في الستوك ماركت؟ يعني هو بيسمسر لي، اللي هو بيجيب لي اللي بيشتري الحاجه. طيب هو انا اختار السمسار ازاي؟ وايه الحاجات اللي انا المفروض لما اقعد معاه اسالها له عشان اعرف هل الراجل ده او الست دي او الشركه دي او المؤسسه دي كويسه، وهل تنفعني انا؟ لان ممكن شركه تكون كويسه بس ما تنفعش المرحله اللي انا فيها. فاهم. سؤال ممتاز يعني، وعلى فكره الناس كتيره بتحتاس شويه في السؤال ده، فالسؤال ده ممتاز جدا. في شركات اسمها شركات استثمار انفستمنت بانكس، والشركات دي في مصر يعني والله مش متذكر الرقم دلوقتي بس 100 وشويه تقريبا. هتلاقيهم ان هيئه الرقابه الماليه والبورصه بينشروا اسامي الشركات ده مبدئيا يعني، بس عشان اعرف الشركات منهم مثلا على سبيل المثال ممكن نقول بعض الاسامي يعني اف جي هيرمس شركه مشهوره جدا، بلتون، الاهلي فارز اللي انا بشتغل فيها، سي اي كابيتال. الناس يمكن هتبقى يعني كبار، في حاجات صغيره كتير طبعا، في شركات صغيره. فهتلاقي ان من الشركات دي في ما يسمى ايه، حضرتك عارف زي الدوري المصري في التوب 10 او التوب 5 اللي هو بيقول لك ايه الناس الكبار بقى، الاهلي والزمالك وبيراميدز واسماعيلي والكلام ده كله. اول حاجه تعملها من رايي كمستثمر صغير واول مره اي بي سي، حاول تدخل مع الشركات اللي ليها وضع كبير. بس اللي عندهم وضع كبير دول لو جبت لهم عني يا راجل شاب عندي 10000 جنيه ممكن يقول لي مش هطلع بره. حلو جدا. نقعد ناس كبار بس. الكلام ده عارف امتى؟ الكلام ده كان من 20 سنه. صح جدا. لانه كان ايه، مانيوال تريدنج، كان لازم افرغ لحضرتك سمسار، السمسار ده بياخد مرتب في الشهر وقدره، فبالتالي هيقعد يرد على تليفونك اللي مثلا هتكلمه مليون مره في اليوم عشان انت مرعوب، فمرتبه مش هيبقى مجازي لحجم الاستثمار بتاعك. صح. ساعتها كنا ايه، او الشركات بتقول لك لا مش هتعمل صغير، هتعمل كبير. دلوقتي الحمد لله بفضل التكنولوجيا بقى فيها ابلكيشنز، مثلا اهلي فارز عنده ابلكيشن، ثاندر عندها ابلكيشن، سي اي كابيتال، كل الشركات دي عندها ابلكيشن. لو معاك مش 10000 جنيه، لو معاك 500 جنيه هيرحبوا بيك جدا ويقول لك حضرتك هبعت لك الكترونيك ابلكيشن املاها وافتح حساب. حلو، فتحت الحساب، عندك طريقتين، يا اما سمسار هيتبرع ويساعد حضرتك برغم من، يعني مش قصدي هيتبرع هنا عفوا، مش قصدي حاجه، بس السمسار هيبقى مخصص للريتيل للافراد الصغيرين، يا اما حضرتك هتبتدي تستعين بالريسيرش اللي محطوط على الابلكيشن. في بقى جهات كتيره قوي بقت تحط على الابلكيشن الاب عرض زي حضرتك البروموشنز بتاعت فاليو مثلا وخلافه، هناك عرض على شركه كذا نشتري تلفزيون كذا. شركات كتيره بقت تحط البحوث بتاعتها، بيقول لك سهم مثلا بالم هيلز يقيم بقيمه 20 جنيه وثمنه في السوق 9 شراء. شويه بشويه هتتبع الريسيرش ده، هتثق فيه، تبتدي تتبعه اكتر لغايه اما تبني ثقافتك الماليه. طيب انا دلوقتي غير ان حد اسمه كبير، ايه الحاجات اللي انا المفروض اسالها للبروكر لو جالي حد بروكر؟ ايه اللي انا اعرف ان انا اتعامل معاه وان انا افهمه انا هتعامل ازاي وهل ده ينفعني ولا لا؟ هو هيسالك وانت هتساله. حلو. هو انت غرضك من الاستثمار بناء ثروه على الامد الطويل ولا المضاربه؟ كلمه مضاربه الناس هتقول يعني ايه مضاربه؟ يعني حضرتك تقعد تلعب بالاسهم كل يوم، اشتري لي ده النهارده لما يطلع 5% ابيعه لي، اللي هم بيسموهم داي تريدرز اكزاكتلي. فهتسال السمسار او السمسار الواجب اهو. بالظبط. يعني فالسمسار هيقول لك هذه الاسئله وهيعرف طبيعتك انت هتقول له على فكره لا ده انا داخل البورصه بقى، سامع من اصحابي ان اللي بيتاجر في اليوم 30 مره ده العملاق. هيبقى اختيارك انت. السمسار يساله برضو السؤال الثاني، هو انت هتشتري لي تكنيكال؟ لو انت عاوز تسال السمسار فالاول تريدنج ولا انفستمنت؟ السمسار هيسالك وانت تساله. تاني سؤال، هو انت بتتبع يا سمسار المدرسه الفنيه التكنيكال ولا بتمشي ورا الفاندامنتال؟ هيقول لك مثلا بمشي بيورلي تكنيكال. ده سؤال تاني. اختيارك التكنيكال ايه عيبه وايه مزاياه؟ طبعا ان بيهيفير صح،
هركبك موجه وممكن انزل من موجه بتاع، ومش عاوز اصدقائي اللي التكنيكال يزعلوا مني خالص، على فكره احنا حبايب، بس التكنيكال فولاتايل اكتر. هتمشي فاندامنتال تمام، السمسار، العمولات عشان معاك طويل المدى. بالظبط، العمولات قليله كتيره، هتعرفها ازاي؟ لازم اقارن الشركات، الف لفه كده قبل ما افتح معايا شركه، اقارن العملات مين هيديني اكتر وقل. رابع حاجه، هو انا عندي اكسس، ده سؤال شهير جدا من العملاء الجداد، هو انا عندي اكسس يعني ايه؟ هقدر اطلع على البحوث بتاع الشركه، ولا عشان انا عندي 500 جنيه بستثمر بيهم هتعتبروني عميل لا استحق بالبحوث؟ سألوا السؤال ده مهم، وكل الشركات دلوقتي بتوفر بحوث للكل. اللي انت تختاره كنصيحه لاي شاب هيبتدي جديد في الاستثمار، ارجوك اعمل اللي انت عاوزه، نبقى واحد انت على مسؤوليتك الخاصه، ارجوك ابتدي الاول زي ما بالظبط قرارك هتشتري بيتك وهتشتري عربيتك، قرارك في اللص، ارجوك ابتديها كده. هو انا لما اروح اشتري عربيه هيغطيهم لي بكفرات كده واللي لون الكفر بتاعه حلو هو اللي هشتريه، ولا هتفتح الكفر واشوف موديل العربيه وافتح الموتور واشوف العجل واروح اشوف الريفيوز على الانترنت واشتريها؟ يو ويل دو ذات، صح؟ عشان هدفع مبلغ وقدره يعني مليون، نص مليون في عربيه. زي اللي انت هتعمل التفكك في شراء العربيه، ارجوك ابتدي الاول اعمل تفكك في الاسهم. دخلت مستوى الثقه بقت تقيل، العب زي ما انت عاوز، ما تبتديش باللعب عشان هتتحرق، انا اسف يعني. زمان احنا كنا بنشوف بقى في الافلام، والناس بتحط دايما في الافلام ايه، الراجل مستثمر في البورصه تقريبا لا كده، راجل بقى كبير وحاجه والسيجار ومش عارف الشركه هي فلست والشركه فلست، وهو ده وده قمار وده. هل البورصه فعلا زي القمار؟ فيها جزء كده، ما اقدرش انكر خالص، فيها جزء كده، ده اكيد اكيد. بس ده بيهيفير ولا هي اساسها كده؟ لا مش اساسها كده. انا قلت لحضرتك ايه يا باشمهندس احمد، فاكر 1600 اساسها كان قمار؟ لا، اساسها بناء امبراطوريه. على فكره هي هولندا اتغيرت بعد الحدث ده اقتصاديا، جابوا بتاع وبقول لا اساسها رفع راس مال، تحولت اوفر تايم. يمكن في ناس شافت فيلم ذا وولف اوف وول ستريت بتاع ليوناردو دي كابري، ازاي تحول الى وحش عمال ينصب على الناس وبتاع. للاسف عشان الدي تريدينج ده بقى، انا اسف، عارف زي اي تجاره فيها إليمنت ساعات بيبقى لا مضاربات وبيحصل فيها، انا اسف كلمه، نصب وعمليات احتيال. ليه؟ مكسب السريع ساعات بيعمل الدافع ده، متفق 100%. فانا كمستثمر اسيب يتعمل فيا كده؟ ارجوك لا. هتقولي طب يا هاني هو انا اعرف بقى ازاي الاسهم ان شاء الله اللي مش هيضحك عليه؟ ممكن نبتدي الاول بالبراند نيمز، حاجه صعبه. انا مش عاوز اقول اسامي، بس قصدي ومش بوصي بالاسامي خالص، مش بقول لك اشتريها وبيعها، على فكره ممكن راينا مخالف، بس ابسط مثال، هشتري اول مره في حياتي سهم، اول مره في حياتي شركه جهينه مثلا على سبيل المثال. مش انت بتروح السوبر ماركت اتليست بتشتري عصير تشربه؟ فاي كان سي ذا برودكت، انا شايف المنتج وشايف. ما تروح تشتري شركه اي بي سي للطوب الاحمر. على فكره الطوب الاحمر صناعه يمكن مربحه جدا، بس انت اللي انت شايفها ولا عارفها ولا فاهمها، وفي الغالب مش عارف بيشتروا الغاز بكام ولا بيبيعوا الطوب بكام ولا المصنع فين. فما تبتديش بيها، بعدين ان شاء الله ابتدي بالبراند نيمز. البنك السي اي بي حد ما يعرفوش حتى لو مش طالع معايا، ابتدي بالتقال الاول، اللي هو شركه تقدر. على فكره يا باشمهندس في شركات بنسميها سيستميكلي امبورتنت، يعني الاقتصاد انا اسف قايم عليها تو بيك تو فيل. ثانك يو سو ماتش. ابتدي بدول اللي هو اللي بيسموهم البلو شيبس. ابتدي بدول الاول، فعود نفسك على قرايه القوائم الماليه، ادخل في اللي تحتهم اللي انا ما اعرفهمش، ادخل شويه بتاع، ابتدي بالراحه. طيب حلو، انا هنا اقتنعت وتوكلت على الله وتوكلت على الله. بس انا يعني ايه على قدي، فانا بس انا ممكن اقتطع 500 جنيه في الشهر عشان استثمرهم بعد ما ايه مصاريفي واكلي وشربي وحاجه، عندي 500 جنيه عايز استثمرهم كل شهر. حلو، اعمل ايه؟ هل ممكن استثمر؟ طبعا ممكن تستثمر، زي ما لما في ابس دلوقتي اقتطع. الاقتطاع ده على فكره اجمل حاجه دلوقتي، وده على فكره شغال في امريكا اوريدي. يعني كل الامريكان باي ذا واي عندهم تقريبا في الريتايرمنت بلان بتاعت التقاعد يعني عندهم اسهم. فعشان كده تلاقي المواطن الامريكي دون العالم كله على فكره عنده ثقافه الاسهم، عشان هو كل معاشه قائم عليه. لا بيشوف البورصه بتقع، المواطن الامريكي قلبه بينزل في الارض. المواطن الاوروبي على فكره مش كده، بيسموها 401k في امريكا ثانك يو سو ماتش. اوروبا مش كده باي ذا واي، يعني المانيا متحفظه جدا في الاسهم. بس انا واحد، انا مثلا مرتبي في الشهر 5000 جنيه، ارجوك 500 بس، مش هقول لك اكتر من كده، 500 اشتري سهم اكس واي زي وانساهم. بس انا بشتريهم بس بره 10 بص والصبح وليل عليهم. بس اشتريهم افتر ريدنج وكونسلتنج، واقرا وافهم، افهم شويه لو انت شاري ايه، ونام بيهم. يعني اوفر تايم، وده بقى كونكلوجن يا باشمهندس احمد، اوفر تايم اقتصاد مصر بيكبر صح،
اقتصاد امريكا بيكبر اوفر تايم، او بيكبر يعني مصر كانت بتنتج طن قمح بقت تنتج 2 طن قمح، 2 طن بقى 4 صح. والاقتصاد عباره عن ايه؟ شركات بتنتج. فطبيعي ان شركتك اوفر 10 سنين ان شاء الله بقى حضرتك تكون اتخرجت وتكون اشتغلت واتجوزت وبتاع، ان حجمها اللي كان 1 هيبقى 10 اكس 1 10 تايمز. بس 10 سنين ده انا مستعجل. 10 سنين ده انت مثلا لو من جامعه اكس 6 لا هقول لحضرتك لا، you came to the wrong place، انت جيت للمكان الخطأ. لو مستعجل يبقى تتحمل لما تشوف السهم نازل ب 50% تحط طالما انت شجاع جدا تحمل المخاطر. you invest for the long term. طيب لو انا ربنا كرمني شويه ومعايا 50,000 جنيه عايز استثمرهم، وفكرت ان انا احط في البورصه لان انا مش هعرف اجيب بيهم شاليه في الساحل الشديد قوي، اوكي اعمل ايه؟ 50,000 عندك اوبشنات كتيره، عندك ذهب وستوكس برضه تزود محفظتك، وعندك تدخل في الذهب او المعادن ان جنرال. ممكن طبعا تحط شويه شهادات بنكيه او في اوفرات كتيره دلوقتي باي ذا واي. لو 50,000 دي ان شاء الله هتبقى تتكرر في المستقبل بقى، بونسز مثلا هتجيلك. تيجي فكر في بروبرتي صغيره. على فكره في اوبشن كمان لو هتدخل في البروبرتي او العقار، دلوقتي في شركات مدرجه في السوق طبعا بدون ذكر اسامي تقدر تستثمر فيها كعقار كاستثمار عقاري. بس في استثمار تاني اللي بيسموها الفراكشنال اونر شيب، ومتهيألي حضرتك كنت مستضيف المهندس عبد الله سلام قبل كده، وشركات زي ناوي وخلاف. ابتدي نوع شويه، اشتري شير مش بورصه بقى بس سهم في عقار، زي شركات زي ما قلنا، يعني مش عاوز اعمل والله دعايه شركات بس ناوي او يعني مدينه مصر عندها بعض البروجرامز زي كده، وشركات اخرى. حط 50,000 تبقى خدت لك مترين في البيت مثلا او متر في البيت. الشركات دي بتعمل ايه؟ بيجي لك بعد 6 7 8 اشهر بيبيعوا البروبرتي، بيبيعوا الشقه كلها وبيوزعوا الارباح على الناس. فدي خطوتك الثانيه في الاستثمار. كبرت شويه بقى نروح فين؟ حلو. كبرت شويه ربنا كرمني، اشتغلت على نفسي فعليت مرتبي، فمرتبي بقى كويس بعد 2 شغل وانا راجل مجتهد. فعرفت احوش 100,000 جنيه، وال100,000 جنيه دي بره اكلي وشربي وكده، ده عايز استثمرهم. 100,000 جنيه ممكن اعمل بيها ايه؟ ارجوك، ثروه العمر العالم كله اللي 9 مليار بني ادم هو العقار. ايه بس انا 100,000 جنيه مش هجيب لي عقار مقدم ان شاء الله في عقار صغير. يعني دلوقتي حضرتك عارف يا باشمهندس احمد، خلاص رفاهيه البشريه في العقار ابو 580,000 متر انتهت خلاص صح. يعني بتروح مثلا لندن، بتروح فرانكفورت وكده. انا يعني ممكن احكي للشباب قصه هيسمعوها وانا عارف ان هيطنشوها، بس يلا بالمره. بس انا عايز اكون في البورصه والمعادن وكده. انت قصدك مش العقار، قصدك تفضل في كده. ما احنا كده ممكن نفضل فيه واحنا صغيرين. يعني قصدي من انت عندك مبلغ صغير، بس هندخل في الرينج 100 150 200,000 في الرينج ده. ابتدي بدفع مقدم عقار لسكنك. السكن دلوقتي انت ممكن تتكلم على بروبرتي 50 متر مثلا يعني، وباقساط على يا سيدي. على فكره مصر المورجج فيها ابتدى يشتغل، يعني التمويل العقاري ابتدى يشتغل بقوه. ابتدي اعمل اقساط تمويل عقاري ان شاء الله على 20 سنه، ان شاء الله عقبال مرتبك ما يكون بدل ما هو 20,000 في الشهر او 10,000 في الشهر ان شاء الله يبقى اكتر، اقدر اسدد الاقساط. ليه بقول كده؟ عشان تشتريش اسهم اكتر في البورصه. مش هتقدر تشتري اسهم طول عمرك، انت لازم تنوع محفظتك على اسهم على ذهب. يعني ال100 كل، يعني مثلا لو انا عايز انوع، مثلا معايا 100 عايز انوع بيها، انوع ازاي؟ وصلت للليفل بتاع ال 100,000، نصيحتي لو انت شاب لازم تسكيور البروبرتي. حلو. في ناس على فكره بتقول ابويا اشترى حط لي المقدم، خلاص انت عندك الشقه كانفستمنت، لا يبقى بورصه ذهب وممكن بعض الشهادات البنكيه. هنفضل في 3 اسيت كلاسز دول، بلس لو انت عاوز فراكشن اونر شيب في حاجات. طيب لو انا يعني عايز افهم اقتصاد البورصه، هل في البورصه مثلا هل في كورس ممكن اخده او تنصحني بيه او كتب او كده؟ في كورسات كتيره بتتعمل على مستوى جمعيات، اللي هم مثلا جمعيات المحللين الفنيين، جمعيات اخرى بيعملوا كورسات مختصره جدا اسبوع اسبوعين لغير المتخصص. الجامعات يعني زي الجامعه الامريكيه اللي انا بشتغل فيها، يعني دلوقتي عندهم كورسات لغير المتخصصين في الفاينانس والاقتصاد. واحد مدير مهندس مثلا او دكتور، حضرتك تفهم ما شاء الله يعني في كل حاجه، بس قصدي دكتور مهندس عمره ما درس اقتصاد يروح بياخد كورسات في الجامعات. وثالث حاجه زي ما اتفقنا عليها، ارجوك حساب صغير يعني يتعلم نظري. بلس طبعا اتمنى يعني يتابعوا حضرتك، يتابعوا اللي زي حضرتك بيعمل توعيه اقتصاديه. هاني انا متشكر ليك قوي اللقاء اللي عملته، ويعني انا الحمد لله حاولنا نحط كده فاندمنتالز كويسه في الاقتصاد والبورصه وكده، وان احنا نفهم على الاقل يعني ايه ستوكس وعلى كده. فانا متشكر قوي لوقتك. شكرا لحضرتك يا باشمهندس، شكرا. يعني زي ما بنقول في برنامج كلام بالاصول، ان احنا اول حاجه واهم حاجه تبتدي بيها وهنلاحظها في كل الحلقات، ان انت اول اصل
هو انت، ان انت لما بتتعلم بتستثمر في الاول اصل اللي هو انت، بتقدر بعد كده تخش في اصول تانية. والنهارده ركزنا على العقليه الاقتصاديه والستوكس او البورصه والاسهم، ونشوفكم في حلقه جديده من برنامج كلام بالاصول. سلام عليكم.